على فكرة النهاردة ممكن يكون يوم وفاتك اللي بيعدي عليك كل سنة من غير ما تعرف. عارف الإحساس اللي بيجيلك لما تبص في المراية فجأة وتكتشف إنك كبرت؟ الإحساس اللي يخليك تسأل نفسك هو أنا ضيعت عمري ولا إيه؟ كلنا بنحس إن العمر بيجري أسرع مما كنا متخيلين، بس السؤال بقى هو العمر اللي بيجري ولا إحنا اللي بنسرع الأيام؟ زمان واحنا عيال كنا بنحس إن السنة طويلة أوي، الصيف كان بيخلص بالعافية، مستنيين العيد كأنه بعد 10 سنين، كان عندنا وقت نحفظ جدول الضرب كله، حتى جدول التسعة اللي محدش بيستخدمه أصلا، لكن فجأة لقينا نفسنا بنصحى يوم ورا يوم الشهر بيطير، والعيد بقى بيجي بسرعة كأنه يوم الخميس اللي بعده. هو الزمن بيجري ولا احنا اللي ما بقيناش نحس بيه؟ ربنا سبحانه وتعالى أقسم بالزمن، وده معناه إن الوقت مش مجرد حاجة عادية، ده أغلى حاجة عند الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. العصر إن الإنسان لفي خسر. والإمام الشافعي قال: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم، لأنها بتقول إن أي إنسان هيضيع وقته بدون فايدة هو في خسارة حقيقية.